أهلا بكم متابعين القناة. يا ريت نتابع القصة دي للنهاية عشان نعرف العبرة منها. خلونا نبدأ في القصة على طول. أنا اسمي أمين وأختي اسمها زينة. لو رجع بيا الزمن كنت كسرت الباب عليها قبل ما تخرج من البيت، بس خلاص اللي حصل حصل ومفيش رجوع. زينة كانت أختي الكبيرة، بنت محترمة وطيبة ومؤدبة، بس حياتها كانت واقفة عند نقطة معينة وهي الجواز. كل ما تيجي خطوة لقدام ترجع 10 لورا. خطوبة تبوظ، عرس يختفي، كلام يتقال من غير تفسير. مع الوقت بدأت الناس هي كمان تتكلم. معلش أصل مفيش نصيب، معلش أصل قطر الجواز كده فاتها خلاص، ممكن في حاجة. كلام زي السكاكين بيجي من ناس كبيرة ما انتش قادر ترد عليها. أنا كنت شايف كل ده، كنت شايف اختي وهي قوية قدام الناس، بس بالليل كنت بسمعها وهي بتعيط. لغاية ما في يوم اختي قررت ان هي تاخد طريق فيه شرك بالله، وتروح لواحدة بيقولوا عليها مبروكة اسمها خضرة. لكن اللي حصل ان هي دجالة. قعدت احاول احذرها وامنعها. اللي عايز اي حاجة بيدعي ربنا بيسعى، لكن يمشي في شرك بالله، يمشي في طريق هيخسر بيه اخرته وهيخسر بيه في الدنيا برضه لما يبعد عن طريق ربنا. المهم حصل اللي حصل، وفي يوم خرجت من ورانا كلنا، راحت للي اسمها خضرة دي. رجعت من عندها ساكتة بشكل يخوف، مش زينة اللي احنا نعرفها. سألتها مالك في ايه، فضلت ازن عليها لحد ما عرفت. قالت ان هي اول ما دخلت الخضرة قالت لها ان انت جايالي بسبب موضوع الجواز، وان حالتها مش عادية، وان بابها مقفول فعلا، وان الحل الوحيد هو ان هي تروح المدافن بعد المغرب وتقعد تصوت وبعد كده تطلب اللي هي عايزاه. انا قعدت احذرها ان اللي هي عملته في الاول غلط، ما كانش المفروض تروح اصلا، وان الست دي بتبيع لها الوهم. على فكره زينه لسه ما راحتش الطرق، بس بعد ما جت من عند الدجاله دي بيومين بدانا نلاحظ حاجه غريبه. ان زينه على طول عماله تسرح وتبص حوالين منها، ولاحظت بالليل كمان ان هي بتكلم نفسها. لغايه ما فجاه واحنا قاعدين بناكل لقيناها بتقول اهو، هو واقف هناك اهو. فانا سالتها مين ده، مالك يا زينه في ايه، انت حالك متغير بقالك يومين. وفي يوم من الايام دخلت اوضتها وقفلت عليها الباب لمدة يوم كامل. كسرنا الباب ولقيناها مقطعة الملاية على شكل دايرة، وكاتبة جوه الملاية اسماء مش مفهومة وحروف متفرطة وكلمات معكوسة. انا وقتها فهمت خلاص ان انا كده بخسر اختي، في حاجة غريبة بتحصل لها. ومن اليوم ده انا قررت اراقبها من بعيد لبعيد غير ما تحس. في يوم من الايام لقيتها ماشيه ناحيه المدافن، بس المره دي ما كانتش ماشيه، كانت كانها بتتسحب علشان ما حدش يشوفها. مشيت من شوارع فاضيه جدا غير طبيعيه، محدش بيمشي من الشوارع دي اصلا. كل ما نقرب من المدافن موقف صعب، والمدافن دي محبش ادخلها اصلا. بحس ان الجو بيتقل، كأن الهوا نفسه ما عادش موجود. وانا وراها اول حاجه سمعتها منها كانت همس، لقيتها عماله بتوشوش الحيطان. وبعد ما خلصت وشاشة بدأت إن هي تصوت بصوت عالي أوي. وإمتى بطلت تسكت بقى؟ لما سمعت كذا صرخة بتيجي في وقت واحد، أكيد في بنات تانيين واقفين جنبها وعمالين يصرخوا. فجأة هي تسكت، وأول ما الصوت يسكت ترجع تصرخ هي تاني، لغاية ما الصريخ يزيد والأصوات تدخل في بعض. تقوم هي ساكتة وقعدت تعمل الحركة دي بتاع 10 مرات. هتقولولي وانت ليه سبتها تعمل كل ده؟ هقول لكم، ما هي زينة بعد ما كانت بتوشش الحيطة خدت بالي ان في بني ادم لابس ابيض في ابيض واقف وراها، وكان راعبني جدا. وكل ما اقرر ان انا اقرب من زينة علشان احاول ان انا اخليها تسكت او تبطل اللي هي بتعمله ده، احس ان هو بيضير عشان يبصلي. بصراحة خفت، لكن اول ما اختفى انا جريت عليها بسرعة وقمت شددها ناحية البيت بتاعنا. زينة من الليلة دي بقت أسوأ. بعد ما حكيت لأهلي قالوا إن إحنا لازم نعرضها على دكتور نفسي، أو الأحسن إن إحنا نعرضها على شيخ. بدأنا نلاحظ إن زينة تقعد تبص في السقف وتضحك فجأة وبعدين تعيط. وفي مرة قالت لي هو بيقول لي ارجعي تاني. قعدت أزعق فيها بطلي بقى، فوقي، أنت عارفة أنت بتعملي إيه؟ كل ده عشان الجواز والزفت. وأنا ولا أكني بتكلم، هي أصلا مش بصالي وبصة في السقف على طول. واكنها كمان بدات احس ان هي مش سامعانا، لا انا ولا ابويا. وقررنا فعلا ان احنا نحبسها في البيت لغايه ما يجي لها شيخ او دكتور يشوف علاجها ايه. المره دي نطت هي من الشباك. على فكره احنا كنا عارفين ان حاجه زي كده ممكن تحصل، وكنا حاطين قفل على الشباك. هي كسرت القفل ازاي؟
الله اعلم. احنا لقينا القفل متكسر 100 حته ومرمي على الارض. طبعا جرينا على المقابر، ما انا عارف ان هي هتروح هناك، انا وابويا واخويا وكل اهل البلد كلهم. احنا خلاص اتفضحنا وكل حاجه بقت معروفه. وصلنا هناك لقينا زينة بتصوت بصوت غير طبيعي، اكنها ماسكه اغلى ميكروفون في العالم. القبور كانت شبه مفتوحه، التراب كان بيتحرك اكن في عاصفه جوه المدافن. اللي حصل ان احنا بقينا كلنا مرعوبين، اكن خلاص الارض هتتشق وتبلعنا. المرة دي ظهر الراجل تاني، الراجل اللي انا بخاف منه، اللي كان لابس ابيض فابيض. بس انا لاحظت المرة دي انه كان ليه كذا ظل على الارض، كلهم ظلال لونها اسود بس اكن حد لابس ابيض. فجأة زينة بصيت لي وقالت لي انت شايفهم المرة دي؟ قلت لها انت تقصد ايه؟ لكن انا فهمت ان هي تقصد ان الشخص اللي لابس ابيض ده بتقول لي انت شايفه ولا لا. فانا تلقائيا قلت لها زينة بتقول لي لا دول اكتر من واحد، المفروض اشوف واحد. انا مش فاهمه حاجه. زينة بعد كده بتجري عليا. حسيت ان هي فاقت، بتقول لي الحقني، انا حاسه ان انا عملت مصيبه، انا مش قادره اتخلص من اللي انا فيه ده. على طول قلت اكيد الحل هيبقى مع خضرة دي. دورت على بيت خضرة بس انا مكنتش لاقيه. رجعت تاني لاختي وبسألها على البيت، قالت لي انا هوصف لك المكان بس انا مش عايز اروح هناك تاني. قلت لها ايوه صح كده. وصفت لي المكان. رجعت ادور على الخضرة دي، البيت كان فاضي بس كان في حاجه غريبه، الجدران كان عليها اثار ايدين بالدم وكلام غريب مكتوب على الحيطان. قعدت ادور في البيت على الخضرة دي بس انا ما لقيتهاش. مبقتش عارف هي اختفت ولا راحت فين. رجعت البيت وانا في عيني حسرة ان انا مش عارف اساعد اختي. حتى الست اللي بالتها بالبلوى دي اختفت، موجودة في البيت. بدأت ألاحظ إن زينة بتتكلم بصوتين، الصوت الطبيعي بتاعها وصوت تاني غريب عميق أوي، صوت مخيف. لغاية ما حصل إن زينب أختي راحت تترب تاني وقعدت تعمل نفس الكلام، توشوش في الحيطان وتصوت، لغاية ما فجأة ظهر لها حد غريب، شخص بني آدم طبيعي جدا، وقعد يحذرها إن اللي هي بتعمله ده كده غلط. بس المرة دي هي راحت من ورانا، حتى ما كنتش عارف ان هي سابت البيت. لما روحت قالت ان هي شافت بني ادم وقعد يحذرها انه كده ما ينفعش وان كده غلط، وهي بقت خايفة منه جدا، يمكن خايفة منه اكتر من الشخص اللي بيبقى لابس ابيض اللي بيظهر لها من العدم. اللي حصل ان هي بدأت توصف اشكال الراجل ده، لكن كان الصدمة ان ده شخص ميت وكان صاحب ابويا وابويا عارفه. زينب قعدت تصوت وعرفت ان هي كده خلاص هي عملت حاجة كبيرة اوي تغضب ربنا. راحت تجري في الشارع لغاية ما في عربية خبطتها وماتت زينب، واحنا كلنا حياتنا وقفت من بعدها، ما بقيناش عارفين نعيش. بقينا متأكدين ان احنا كان لينا ذنب في اللي حصل لها. يمكن كان ساعات اهلي بيضايقوها بالكلام عن الجواز، يمكن بسبب كلام الناس كان ممكن نمنع الناس عنها، يمكن بان احنا اصلا ما حفظناش عليها من الست اللي راحت لها دي. لكن اللي لازم اقوله لكم انه يا جماعة اي مشكلة في الحياة، مرض، رزق، شغل، جواز، اي حاجة فيها تأخير، مفيش حاجة اسمها حل سحري، مفيش حاجة اسمها تنام وتصحى وتلاقي كل حاجة اتحلت. لازم صبر وسعي ودعم من ناس انت تثق فيهم وناس عاقلة بجد، وتبعد عن اي حد بيحاول ان هو يحبطك. القرب من ربنا والدعاء هو الوحيد اللي بيغير القدر. اللي بيبعد عن طريق ربنا لا بيفلح لا دنيا ولا آخرة. القصة دي على فكرة هي الحمد لله خيالية مش حقيقية، لكنها معمولة للتنبيه ان طريق الدجالين مهما تزين او اتقال ان هو حل سريع وكويس، فهو في الحقيقة ده طريق بيضيع الانسان اكتر ما بيساعده، بيبعده عن ربنا وراحة القلب وراحة البال. شكرا متابعين القناة، كده قصتنا انتهت ويا ريت نكملها للآخر عشان نسمع العبرة اللي فيها. بشكركم جدا على حسن الاستماع، ويا ريت لو القصة عجبتك تعمل لايك وكومنت وما تنساش تشترك عشان لسه في قصص كتيرة جدا هتنزل فترة قريبة.